كانت بتسايرني ببساطة عشان كانت شايفاني مبسوطة ومش عايزة تكسر فرحتي. المهم زي ما قلتلكم الكل كان عنده فلوس والكل كان مبسوط إلا إحنا. أحيانا حتى الأكل ما كناش بنلاقيه وننام جعانين كمان، وساعات إذا كنا واتبقى مننا أكل أو بقايا عيش كنا نجمعه ونديه لواحدة كبيرة في السن عندنا. كانت جارتنا كان عندها طيور وكانت بتدينا مقابل مادي بسيط، كنا بنجيب بيه أي شيء، خضار للعشاء أو للغدا، وأحيانا إذا جوعنا ممكن ناكل من العيش الناشف اللي على أساس للطيور. الحمد لله على كل شيء. المهم أنا الغبية وقتها وسوسلي الشيطان، وكنت حساسة جدا وما يعديش يوم إلا وأنا ببكي. لازم كل يوم قبل ما أنام أبكي من القهر والحسرة والفقر والذل اللي احنا عايشينه، وقهر من بنات عمامي وتنمرهم علينا وإزاي هما بيعايروني في فقري. وسوسلي الشيطان وزيلي حب السرقة. أيوة كنت بسرق، أو بالأصح كنت مضطرة أني أسرق. عشان لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.